صباح الفل. انا مش شايف. صباح الفل، عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي 5. هنقوم نصلي كده وناكل وننزل الجيم. ده اول فلوج ليا، انزل اعمل لايك دلوقتي حالا. انا لسه صاحي بجد. في ناس كنت فاكرهم بيستهبلوا بيعملوا فلوجات وبيبقوا صاحيين من بدري بعد كده يعمل كده عشان ينام، بس انا والله لسه صاحي. فممكن تعمل لايك سبسكرايب لحد ما اخش اغسل وشي واجيلك عشان ناكل ونعمل قهوة وننزل الجيم. يلا. كده نقدر نقول انا رسميا جاهز عشان اروح الجيم. صباح الفل. دلوقتي هنروح التمرين. شربنا قهوتنا، فطرنا، صلينا. الساعة دلوقتي 6:30. نلحق نروح التمرين. عندنا النهاردة تمرينة عندنا تمرينة أنا دلوقتي غيرت نظام تمريني، يعني بتمرن دلوقتي بطريقة أرنولد سبلات. فهقول لكم دلوقتي واحنا ماشيين ايه هي أرنولد سبلات دي. يلا بينا نطلع الأول. ركنة حد قافل عليا بس ماشي. فالمهم تمرينة أرنولد سبلات دي بتبقى أفضل، يعني لو أنت عايز تتمرن كل عضلة مرتين في الأسبوع. عندك أكتر من طريقة. عندك البوش اند بول، وعندك الأبر اللور، وعندك أرنولد سبلات، وعندك برو سبليت. بس لو أنت عايز تحط تمارين معينة في البرو سبليت، لو عندك عضلة ضعيفة ممكن تحط برو سبليت اللي هو العادي خالص، اللي هو يوم شيست، يوم ظهر، يوم دراع، يوم كتف، يوم رجل، كل الكلام دوت. وبتختار عضلة ضعيفة تحطها معاها، يعني تختار أي عضلة ضعيفة عندك. شوف أنت العضلة الضعيفة اللي عندك ممكن تحطها كيوم تاني. أنا بفضل إيه؟ لا أنا ما بفضلش البرو سبليت. يعني أنا بفضل إن أتمرن يعني بوش اند بول دايما. ما بغيرش البوش اند بول، وبعمل منه ميكس. يعني بحط بوش اند بول ومعاه احط ابر اللور، او لو عضله عندي ضعيفه بحط لها يوم خاص بيها يعني لوحدها. فده نظام تمريني دايما يعني ده نظام تمريني. ولكن انا الجدول ده هيبقى مختلف شويه، لان انا هتمرن ب ارنولد سبليت. هتمرن ارنولد سبليت زائد احط معاه يوم ابر ولور. يعني ده طبعا انا فاتح الشباك ليه، فده هيكون كويس في الوقت بتاعي دلوقتي، لان انا عايز اتمرن عضلات معينه مرتين في الاسبوع. وفي نفس الوقت يعني انا بحب اتعودت على حته ان ما بعرفش اتمرن عضله واحده في اليوم دي، الا بقى لو بفوكس على حاجه معينه قوي. طبعا انا في الوقت ده لسه راجع للتمرين، كان بقالي فتره ما بتمرنش، فلسه راجع للتمرين. ففي الحاله بتاعتي دلوقتي مش محتاج قوي ان انا ان انا افوكس على عضله واحده بس طول اليوم. يعني انا مش محتاجها دلوقتي. فانا دلوقتي محتاج اتمرن العضله اكتر من مره، كل العضلات فول بادي بتاعي، بس مش كفول بادي، ككل عضله في اليوم بتاعها. فهتمرن ارنولد سبليت، تمام،
والاندر سبليت احط معاه يوم بس نعدي من ده. فانا هتمرن اندر سبليت عادي خالص، وشوف الدنيا هتمشي ازاي. هنحاول ننزل يعني ده اول فلوج ليا، نحاول ننزل كل حاجه اول باول. انا خلصت الجنرال، وزني دلوقتي على الميزان 76، طبعا بنسبه فاتس اعتقد عاليه شويتين، زائد البادي شيب بتاعي يعني مليان طبعا فاتس، بقالي فتره مبطل. والسترينج بتاعتي او القوه بتاعتي الحمد لله كويسه يعني. عملت لها تست كده ساعه الجنرال، الحمد لله يعني الدنيا احسن شويه. انا عندي نقط ضعيفه لما حتى ما اوصل احسن بادي شيب ليا، بتفضل النقط ضعيفه. عندي سيمتري مش احسن حاجه، او انا ما اعرفش يعني، ممكن اكون انا بهملها في الظهر، ما بعرفش افوكس قوي وانا بتمرن ظهر. انت الظهر انت لازم تعمل التواصل العضلي ما بين المخ والظهر بتاعك. انت مش مجرد بس بتطلع تفضل تلعب، لان العضله بتاعت الظهر انت مش شايفها، فلازم تحس بيها قوي يعني. فبس لازم تحس بتمرينة الظهر قد ما تقدر، عشان دي عضله انت مش شايفها، فبتعمل لها الكونكت ما بين المخ بتاعك والماسلز اللي انت بتتمرنها. تمام. فكل دوت هو اهم حاجه يعني. الظهر انت انت مش عتال، انت مش بتشيله وتفضل تسحبه بس، او يعني زي البنش مثلا، مش زي اي حاجه عضله انت شايفها مجرد ما تبص في المرايه انت شايفها. لا، العضله دي بالذات مختلفه، مش خاطر انت محتاج تعمل التواصل اهم من كل حاجه. فانت لازم تعمل التواصل مع العقل بتاعك، عشان خاطر دي انت مش شايفها. فانا ما كنتش بعمل التواصل ده احسن حاجه، ولكن انا محتاج احط بنزين ولكن هنبتدي نعمله كويس عشان خاطر نوصل لاحسن بادي شيب في فتره قليله. عايزين ناخد الموضوع المره دي لمستوى اعلى من كل مره. احنا كل مره كنا تحصل حاجه توقفنا، تحصل اصابات، تحصل انا انشغل شويه فما بكملش يعني، بلاقي نفسي قعدت، او ساعات بكسل اتمرن. فانا حبيت ان الموضوع لا، لازم ياخد طريقه تانية يعني. لازم اوصل لحته تانية ان اكون مركز، ان انا لا، لازم فعلا اتمرن المره دي بضمير. فعلى اساسه قلت ان انا لازم اعمل كده. قلت لازم اوثق كل حاجه، مش بندوكيومنتد، ولكن بنحفز نفسينا بس مش اكتر. لما يكون عندك كوميتمنت ان انت خلاص لازم توصل، انت وعدت الناس انك هتوصل للبادي شيب، او قلت للناس مثلا بعد تعال نشوف بعد 3 شهور هنوصل لايه، فلازم ده حافز ليا ان انا اتمرن عشان خاطر اوصل كمان 3 شهور لترانسفورميشن اقدر احطها الناس يعني خلاص انت كده وعدتهم يعني. فبس هو ده يا سيدي ملخص سريع. انا مش هحكي كل الملخص ده في كل فلوج، ده يكون اول واحد بس عشان خاطر بعرف بنفسي. تمام. فبس يا سيدي دلوقتي واستغل الوقت بقى واعمل فولو وسبسكرايب والحاجات ولايك والقصه دي، عشان خاطر على ما نوصل للجيم يعني. في رادار قدامنا لازم نهدي. رادارات هنا في الامارات صعبه قوي، صعبه قوي يعني. انت السرعه هنا لو زادت، لو السرعه بتاعت الشارع مثلا 100 وانت عليت 101 بتلبس مخالفه. في بعض الطرق لو السرعه كان في طريق مش فاكر اسمه، سرعته 140، لو انت مشيت 141 تاخد مخالفه، لو مشيت 139 تاخد مخالفه. فطبعا انت مش روبوت، فغصب عنك هتنزل او هتطلع هتلاقي نفسك لبست في مخالفه، او مخالفه حزام. مخالفه الحزام هنا 400 درهم و6 نقاط سوداء. دي اول مخالفه لبستها كنت في الرادار اللي فات ده، فاللي هي معاه ذكريات جامده قوي، زي ذكريات الاكس كده كنت بحبها بس يا سيدي شوف الدنيا هتمشي ازاي. انا مكسل الصراحه، ولكن بحاول احفز نفسي عشان خاطر يعني ايه نظبط الدنيا كده. نطلع من ده عشان الواد ده هيعطلنا. طبعا انا في اشاره. الصراحه الجو النهارده حلو،
الجو النهارده لذيذ، او عشان لسه بدري. امبارح كان درجة الحرارة 50. She was the girl. الأغنية دي ليها معاها ذكريات جامدة، تحزني كده وانت ماشي وبتعلي السرعة كده وبتسمع بيلي ايليتش، فلا شعور تحس ان انت عايز تلبس في حاجة وانت بتجري. يلا بينا. بص بقى لما تسخن وانا see her in the back of my mind. It was like a fever, like a burning alarm. الحمد لله دلوقتي وصلنا الجيم وهناخد تمرينة انا بص يعني هي ارم سبليت، فالتمرين النهارده هتبقى شبه السوبر سيت، بنش وظهر، بس بنفوكس اكتر عن الظهر بيكوز هو عشان خاطر هو النقطه الضعيفه عندي شويه. فيلا بينا ناخد الكرياتين بتاعنا وميتنا، نخش نعمل احلى تمرين. طبعا ما تنساش السماعه بتبقى مهمه عشان خاطر تفصل شويه. نفصل عن الناس ولا نتكلم؟ نتكلم. فمعنى كده محتاجين المايك، محتاجين المايك عشان نتكلم معاكم شويه ونتمرن. ماشي، نعمل شغل حلو ان شاء الله. جاهزين؟ اشوفكم جوه. سلام. عروسه واقفه بس محتاجه تتنضف. فأول تمرينة هنلعب السيتي درو، تحط شيستك هنا وتسحب في الماشين. يلا. جبت 15 عدة، كانوا مش صعبين، فده مش هيتحسب، هيتحسب أكنه ورم اب. خلصنا السيتي درو، دلوقتي نلعب
دلوقتي وصلنا للكيبل رو او السحب الارضي يعني. السحب الارضي تحاول تحط اعلى وزن تقدر تعد بيه. اهم حاجه التكنيك في اللعبه دي، التكنيك بتاعك، وتسحب وتعمل سكويز، ولما تستريتش الاخر عشان تطلع العضله من مكانها لما تيجي تستريتش. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. جبنا 15 عده حلوين، فاضل كمان دور. نلعب كمان دور كان نخش اخر تمرينه شيست قطنيه ودن. طبعا دلوقتي هنلعب شيست. فاضل لنا في الظهر اللور باك هنلعبها رقم 20 القطنيه وشيست بريس للفلات. يلا بينا. احسن حاجه لو معاك حد بيصورك تجيب الماجنتيك ده وتتعامل. كمان ايزي. احنا جبنا 12 عده بسهوله قوي، فهنزود ونحاول. احنا جبنا 12 عده بسهوله قوي، فهنزود نحاول نجيب 10 ماكسيمم بصعوبه على قد ما تقدر. احنا على الماشين دي هنلعب 3 ادوار بس، فاضل لنا دورين وضن. الباركينج زي ما انتم عارفين هنا بحجز، فانا الباركينج فاضل فيه 5 دقائق او 7 دقائق، فانا محتاج اخلص بسرعه. يلا بينا. راح. يلا. جامد. ف فضلنا كمان دور، وبعد الدور اللي فاضل نلعب القطنيه ونروح. يلا بينا. احتمال ده يبقى اخر حاجه عشان خاطر الباركينج اولموست هينتهي. خلصنا التمرينه. خلصنا التمرينه، كانت تمرينه لذيذه. يلا بينا. هنشتري بس حاجات واحنا ماشيين. آه. تمرينه لا حلوه. حر، درجه حراره النهارده 51، فانا بموت. شكل التكييف. اه لا بس تمرينه لذيذه، التمرينه كانت حلوه. آه. الحمد لله، اوزاننا كويسه، البامب زي ما انتم شايفين كويس. تمرين 4 تمارين ظهر، 3 شيست دون. فيعني الحمد لله. يلا بينا نمشي
نروح ناكل الاول ده نشتري حاجات واحنا ماشيين كده، نشتري طلبات السوبر ماركت. عارفين بقى لما تقعد لوحدك لازم انت اللي تشتري بقى ايه. وعندنا النهارده يوم طبيخ وغسيل. اه يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. شغل اغاني. عايزين تسمعوا ايه؟ سمعكوا سمعكوا ايه؟ ثواني شغل لكم حاجه حلوه. بحب الاغنيه دي. حد يقول لي انت ليه بتحب مشروع العيله؟ انا ما بحبهمش. ماليش دعوه بانتماءاتهم، انا بحب الكلمات اللي في الاغاني والمزيكا يعني. اه المرحوم ونكرة صوته هالمغروم عبده يلي كان مغروم مرر عن الحب يسوم. مرر عن الحب يسوم. انا مررت خلاص. آه في الويك اند الدنيا حلوه في الويك اند. فاحنا دلوقتي نروح. اه انتظار الشفيع بغني هالمسكين. الحمد لله اشترينا الطلبات، اشترينا طلبات البيت، ودلوقتي حالا نروح ناكل الوجبة التانية لينا. طب اقول لكم على حاجة، شغل لكم مين شاف حبيبي. نفسه ده الحزين، كان نفسه ده الحزين. أحلى. بص يا سيدي بقى الأغنية دي. أنا بحب الجدل أوي. فالمهم التمرينة كانت حلوة. هنروح ناكل سمك، هطبخ النهارده سمك، وعشان مش كدابة أنا هعمل الرز والسلطة، والسمك هجيبه من بره. طب في أمشي أمتع أنظاري. لو في منظر نط نطت نطة غريبة أوي عايز أوريكم، بس مش هعرف أوريكم هنا عشان في رادار قدامي، في كاميرا فوق، كاميرا التليفون. قلت لأصحابي هم اتنين واحد طويل، واحد بيعدي الشارع. لما بعمل إشارة كده واحد بيعدي الشارع. يعني حتى في أماكن مشاة بس بيعدوا برضو إيه، في ناس بتعدي عشوائي. أنا بعمل كده خلي بالكم. أنا غرمت هنا أول مرة 400 درهم عشان عديت الشارع من مكان غير مخصص. قالت لي يا عمي سيبني لهمي، انا بدي واحد ينضمني. قلت لها يا حلوة الذكرى بتكون، ما كلنا رايحين بكرة واليوم. ليش لازم عمري يكون قد عمرك يا ورد تحلم، بدك واحد يضحك عليك. عايزين نلحق الإشارة، عايزين نلحق الإشارة. هنلحق 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 هنلحق. لحقنا الإشارة الحمد لله، ونلف لفتنا. يلا بينا. قلبي مثل الورد بعمري واقف عند. فالمهم يا جماعة
نوطي شويه. خلاص يا عم انا مصدقك. فالمهم يا جماعه، تلحق تعمل فولو سبسكرايب وتفعل الجرس عشان خاطر احنا هنمشي في الفلوجز دي مع بعض، وناوي ان شاء الله اعمل ترانسفورميشن كويسه يعني. فاتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين معايا، وهنعمل حاجه ممكن هقول لكم عنها الفيديو الجاي، تبقى حاجه انتوا هتحبوها. شبه ان انا هتابع معاكم، مش فور فري او فور فري، يعتبر فور فري، لان 3 شهور بثمن كوبايه، بثمن 4 5 كوبايات قهوه، او 4 كوبايات قهوه، اقل من 4 كوبايات قهوه. مش عارف والله ما عارف هيك. بس هي حاجه عبيطه يعني، حاجه عبيطه قوي. ف يعني اتاكد ان انت عامل سبسكرايب ولايك للفيديو، ولو عايز تسال في اي حاجه في الكومنتات ممكن تسال. فبص هبسطك يعني. بص اعمل لكم حاجه كده ايه انتوا هتنبسطوا منها، ماشي؟ فده كان اول فلوج. انا خلاص يعتبر هنزل الكوبري ده واخش على البيت. يعتبر طريق من البيت للجيم بالعربيه، انت بتتكلم في اقل من 6 دقايق، الحمد لله يعني. كنت في الأول بروح باص، كان الباص كان الباص بياخد مني وقت، أه بروح والله في ساعه بالباص. بس ان كان يعني ان كان اتاكد ان انت عامل فولو سبسكرايب. لو عايز تسال اي سؤال اسال في الكومنتات، انا عناية ليكم. وبس كده يا سيدي، ده كان فلوج النهارده. ده كان فلوج النهارده كان معكم. خلينا ابص، استنى ابص لكم وانا بعمل النهايه دي. بس يا سيدي ده كان فلوج النهارده، وكان معكم مروان زين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.